مليون ونص و2 مليون للمركز الاول في السباق. اوبا 20-30 الف درهم للخسران. انا نفسي اخسر يا جماعه. الرياضه اللي موجوده معانا النهارده المركز الاول فيها بيكسب 5 مليون والمركز العاشر بيكسب 500 الف. 5 مليون ايه و500 الف ايه؟ تعال اوريك اللي عمرك ما شفته على ارض الامارات. حرفيا بشوف العجب ده اللي هو ايه؟ عباره عن ريبوت كامل بيتحط على الجمل فيه كل الحاجات اللي صاحب الجمل محتاجها عشان يبدا يوجه الجمل او يبدا يجيبه يمين او شمال او يضربه عشان يسرع، وده طبعا بيكون عند خط النهايه. بص كده، ده مكان اللي بيكلم فيه صاحب الجمل، بيبقى معاه مكان اوكي توكي زي ده في السياره بيبدا يتكلم عليه. قول لنا ايه تاني؟ يبقى ده بيكلم صاحب الجمل على طول. بيكلم الجمل. نعم. طب وده؟ هذا بيضرب الجمل عشان لو شرد يمين او يسار، صح كده؟ لا عشان يزيد زياده، عشان يزيد سرعه. ايه. انا بشوف العجب يا جماعه. ريبوت كامل عشان خاطر يوجه الجمل يمين او شمال او يسرع، وفي نفس الوقت صاحب الجمل بيبقى راكب السياره وبيكلم الجمل بتاعه من الهوكي توكي دوت. انا بشوف العجب. 20-30 الف درهم للخسران. انا نفسي اخسر يا جماعه. انا نفسي اخسر. هو يخش في العشر الاوائل، بيبقى في كذا منافس اخطر. طب واعلى مركز بياخد كام؟ الاولاني كانت الاول سيارات، حاليا مبالغ ماليه تقريبا 150-200 الف على حسب الشوط نفسه. يعني على حسب، بس ماكسيمم عندك 100-150 الف. لا في اكتر من كده. السيف ده 5 مليون. 5 مليون درهم جايزه للمركز الاول. طيب يا باشمهندس بالتوفيق، وان شاء الله نشوفك جوه في السباق بامر الله. شكرا يا باشمهندس. ونقطه البدايه من المكان اللي انا واقف فيه ده تحديدا، تعال بص كده. هنا الجمال بتبدا تستعد، خط البدايه اهو، بيبداوا يمشوا في الممر الطويل اللي انت شايفه قدام دوت لغايه الاخر، وبعد كده يلفوا بالكامل. ادي مضمار السباق، ونقطه النهايه او الشوط الاول بيخلص هنا. يبقى احنا كده جوه قلب الاحداث. ولا احسن درون بديك الفيو، ولا احسن درون. كمل بص الناس بتستعد اهي. جمال طبعا دي بتبقى تقريبا كل نوع جمل بيبقى جاي تبع بلد معينه وتبع شيخ معين. هنا النهارده الشيوخ، سباق الشيوخ. اوبا المركز الاول والثاني والثالث اسعار الحاجات دي يا جماعه في السماء. المركز الاول صاحب الجمل اتعرض عليه 32 مليون درهم ومرضاش يبيعه. ادي جمال الخاصه بمركز الاول والثاني والثالث في اخر سباق حصل السنه